كتير من السيدات لما بيحصل خلاف في العلاقة الزوجية أو انفصال بيبقوا تايهين ومش عارفين حقوقهم ومش عارفين يعملوا إيه ولا يبدأوا إزاي، ومش عارفين أصلا إذا كان ليهم حقوق ولا ملهمش. يعني مش عارفين المشكلة اللي هم فيها دي في دعوة قضائية بتترفع فيها ولا لأ. عشان كده في الفيديو ده هنتكلم عن جميع الدعاوى اللي من حق السيدة ترفعها أمام محكمة الأسرة بشكل واضح وبسيط ومن غير أي تعقيد. أول حاجة هنتكلم فيها وهي دعاوى الطلاق أو إنهاء العلاقة الزوجية. أشهر حاجة في الموضوع ده هي الخلع. هو الخلع فرقة بيحصل من الزوجة، وهو يعني بيكون فرقة بمقابل، يعني المرأة بترد المهر مقابل الفرقة بينها وبين زوجها. وطبعا في الخلع ما بتاخديش ولا مؤخر الصداق ولا نفقة العدة والمتعة، وكمان بتردي مقدم الصداق. تاني حاجة أو هنقول هي أول حاجة لاعتبار إن الخلع فرقة طلاق للضرر. طلاق للضرر ده يعني يعتبر برضو كتير جدا عارفه، ده بيكون بسبب ضرب أو إهانة أو سب وقذف، أو لو في سوء معاملة أو هجر. وطبعا لو في إيذاء نفسي أو معنوي أو الزوج بيأذيكي أذى نفسي أو معنوي تقدري ترفعي طلاق للضرر. في بقى النوع الثالث وده اللي مش كتير يعرفه، وهو الطلاق للشقاق، إن بيستحيل الحياة ما بين الزوجين، يعني في خلافات مستمرة بتهدد الحياة الزوجية. الزوجة بترفع دعوى طلاق للشقاق. طيب هل بتاخد حقوقها ولا ملهاش حقوق؟ المحكمة بتندب حكمين، الحكمين دولت بيحددوا الضرر جاي منين، يعني مين المتسبب في الطلاق. على حسب المتسبب في الطلاق هي السبب بنسبة قد ايه بتاخد حقوقها، يعني ممكن تاخد 50%، ممكن تاخد 75%، ممكن تاخد 25%، يعني مش نسبة ثابتة، غالبا بتبقى 50 و50 لو هما الاتنين متسببين في الضرر قد بعض. عندك برضو دعوى التطليق للغيبة، يعني مثلا لو الزوج غايب بقاله سنة بدون عذر مقبول، وحتى لو كان سايب لك مال في السنة دي، من حقك ساعتها انك ترفعي دعوى طلاق للغير. وبرضو التطليق للحبس، من حقك لو الزوج محبوس مدة 3 سنين فأكثر، من بعد سنة من حقك انك ترفعي دعوى تطليق للحبس. برضو ممكن ترفعي دعوى التطليق للعيب، يعني في عيب في الزوج لا يرجى برؤه بيمنع من المعاشرة الزوجية أو بيسبب نفور. ودعوى التطليق لإيلاء أو هجر، يعني لو الزوج حلف على زوجته يمين لعدم المعاشرة أو هجر زوجته مدة طويلة بدون مبرر. برضو من ضمن دعاوى الطلاق للضرر إن هو يكون متزوج بزوجة أخرى، من حقك وقتها إنك ترفعي دعوى طلاق للضرر. دي كده أنواع دعاوى الطلاق اللي أنت بترفعيها على الزوج. طيب في دعوة بقى اسمها دعوة إثبات طلاق، دي مش طلاق، دي إثبات طلاق. بمعنى إيه؟ إن الزوج طلق زوجته لكن مش عايز يوثق الطلاق في الأحوال المدنية، يعني هو سايبها رسميا هي زوجة ولكن شفويا هي مطلقة. وقتها من حقك إنك ترفعي دعوة اسمها إثبات طلاق، يعني بتثبتي إن الطلاق تم. طيب في حالة لو لم يحدث طلاق، يعني أنت ما زلتي على ذمته، أو رفع دعوة طلاق ولكن لسه ما اتحكمش فيها، من حقك وقتها إنك ترفعي عليه نفقة زوجية، يعني بتشوفي على حسب الدخل بتاعه قد ايه، وده المحكمة بتحدده على حسب مثلا جواب تحري او اي طريقة تعرفي تثبتي بيها دخله قد ايه. وطبعا نفقة الزوجية بتقف مع تاريخ الطلاق. عندك بعد كده دعوى نفقة العدة والمتعة. نفقة العدة والمتعة دي بتاخديها تعويض عن الضرر اللي حاصل بعد الطلاق، يعني لو حصل طلاق بتاخدي نفقة عدة ومتعة. نفقة المتعة دي بتكون أقلها سنتين، يعني بتاخدي 24 شهر، يعني لو كنت بتاخدي نفقة زوجية 1000 جنيه هتاخدي 24 ألف جنيه، لو كنت بتاخدي 2000 جنيه هتاخدي 48 ألف جنيه، وهكذا، وأقلها سنتين، يعني ممكن تاخدي أكتر من كده. العدة بتاخدي نفقة عدة لغاية ما تنتهي عدتك. طيب نفقة المتعة ما بتاخدهاش لو كنت انت المتسببة في الطلاق، يعني مثال لو كنت انت رافعة خلع، وطبعا مش هتاخدي نفقة العدة والمتعة في حالة لو كان الطلاق على الإبراء. وعندك بعد كده المؤخر، بترفعي دعوة بالطلب بيها بمؤخر الصداق. طبعا لو في خلع ملكيش مؤخر، وطبعا لو تم الطلاق على الإبراء برضو ملكيش مؤخر. برضو من ضمن الدعاوى اللي
الزوجة بترفعها على الزوج هي أعيان الجهاز. ترفعي دعوى أعيان جهاز بتطالبي بيها بالقايمة بتاعتك يعني، سواء أنت ما زلتي على ذمته، ما زالت الزوجية قائمة، أو تم الطلاق. طيب، هل في حالة ممكن الزوجة ما تاخدش فيها أعيان الجهاز؟ أيوة، لو كان حصل خلع والزوج قدر يثبت إن المنقولات دي كانت مقدم الصداق المهر بتاع الزوجة يعني، وقتها انت مش هتاخدي للأسف منقولات الزوجية، بل ده انت كمان مطالبة بردها لو كانت هي معاكي. في بعد كده أجر المسكن أو التمكين. طبعا لو رفعتي أجر مسكن ملكيش إنك تاخدي تمكين، وطبعا من حقك إنك ترفعي أجر مسكن حتى لو كانت الزوجية ما زالت قائمة. التمكين بترفعي تمكين مشترك لو كنت انت لسه على ذمته، اما لو تم الطلاق بترفعي تمكين بصفتك حاضنة للطفل او الطفلة، ده في حالة لو الصغير ما تمش 15 سنة. عندك بعد كده دعاوى نفقات الصغار. يعني لو عندك 3 أولاد بترفعي لكل واحد فيهم نفقة للصغير لو هو متمش ال15 سنة. لو تم ال15 سنة بيرفعها بنفسه. طيب، بترفعيها لكل طفل لوحده ولا للتلاتة مع بعض؟ ده ينفع وده ينفع، ولكن الأفضل إنك ترفعي لكل طفل لوحده. في ليكي بقى بعد الطلاق أجر حضانة وأجر خادمة وأجر رضاعة. طيب، لو رفعتي دعوى نفقة صغير أو نفقة زوجية، انت عايزة تزودي النفقة دي لو مر سنة، ودي مش حاجة قانونية السنة ديت، ولكن هي تعتبر كدليل مثلا على إن ازداد فيها دخل الزوج، أو أنت قدرت تثبتي إن الزوج دخله ازداد في الفترة دي، بترفعي دعوة اسمها دعوة زيادة نفقة. يعني مثلا ممكن يكون كان محكوم لك ب1000، لما ترفعي دعوة زيادة نفقة تبقى 1500. عندك بعد كده الدعاوى اللي هي الخاصة بالحضانة، سواء إثبات حضانة أو ضم صغير أو تسليم صغير أو منع تعرض للحضانة. طيب، لو كنت انت غير حاضنة من حقك انك ترفعي دعوى رؤية. طيب، لو انت حامل وولدتي حقك انك ترفعي دعوى مصاريف للولادة. طيب، لو الأولاد بيتعلموا من حقك انك ترفعي دعوى بمصاريف الدراسة. طيب، لو الولاد حصل لهم ان هم لا قدر الله تعبوا وكشفتي وصرفتي، من حقك انك ترفعي برضو مصاريف للعلاج. وطبعا بتجيبي فواتير او تقارير طبيه عشان تثبتي المبالغ اللي انت صرفتيها. ولازم برضو ترفعي لو انت حاضنه ترفعي ولايه تعليميه عشان يبقى من حقك تقدمي للاولاد في المدارس او تنقلهم مدرسه تانية. يعني الولايه التعليميه دي بتكون مفيده جدا. طيب، في حاله بقى لو الزوج ما بيدفعش، يعني انت خلاص خدت النفقات والزوج ما بيدفعش، في عندك دعوه اسمها دعوه حبس متجمد نفقه، بتجمدي عليه مبلغ وبترفعي دعوى حبس بالمبلغ ده. وفي برضو دعوة مهمة وبتهم ناس كتير جدا، وهي دعوة السفر للصغير، دي في حالة لو انت عايزة تسافري. آخر حاجة هتكلم فيها وهي لو الزوجة تم الزواج عرفي وانت عايزة تثبتي الزواج ده، او تم الانجاب من زواج وانت عايزة تثبتي النسب، من حقك انك ترفعي دعوة